يا بنتي اهدي شويه، مش كده كل حاجه تتحل. هتتحل ازاي بس؟ مصير هتتدبر يا ياسمين. مفيش دعوه بتاعتك لسه. تمام ماشي. ما انت شايفه المستشفى عايزه الحساب كله النهارده، مش عايزين حتى ياخدوا الفلوس على دفعات. اعمل ايه؟ في الحسابات مستنيني عشان اروح ادفع بقيه الفلوس كلها. وانتي ما شلتيش اي مبلغ كده ولا كده خالص؟ هشيل ايه؟ 30,000 اللي جمعناهم كلهم انا دفعتهم، وانت عارفه ان لسه باقي حوالي 75,000 كده. ان شاء الله حضرتك، خير. معلش انا اسف على مقاطعة كلامكم، بس انت محتاجة 75,000 جنيه؟ ايوه. ليه؟ ممكن اعرف؟ تسأل ليه يعني؟ مش فاهم. مجرد سؤال معلش. ووالدها مش في شايفة المستشفى. بتتكلم في موضوع فلوس وان هي محتاجة فلوس جامد وكده. ايوه فعلا. والدي في المستشفى وعامل عمليه. الف سلامة عليه. الله يسلمك. محتاجة عملية ب75,000 جنيه؟ هي كانت ب100 بس انا دفعت 30 وباقي 70 مع 5 مصاريف يعني جانبيه. اه طيب ماشي. 75,000 مش شايفاك بتحسبها، يعني ايه ناوي تدفع يعني المبلغ ده كله ولا ايه؟ ان شاء الله هتجيبهم ربنا منين؟ يفكها من عنده. ربك ما بينساش حد على فكرة. اكيد. سلمي على لله. ونعم بالله. طيب، متشكره. هستأذن انا. اتفضل. تقريبا شكله عايز يساعد. هيساعد بايه بس؟ هتفتكر ده معاه مبلغ زي ده اصلا؟ لا طبعا ما اعتقدش. مش شايف شكله عامل ازاي؟ خلينا نشوف هيعمل ايه. بنشوف. 75,000 جنيه، المبلغ برضو مش قليل. طب وبعدين؟ واحد لو كان ربنا كرمه كان ساعدهم، بس للأسف أنا هنا شغال يوم بيوم، معلتيش أي حاجة. افتكرت هروح ألحقهم الأول قبل ما يمشوا وأخليهم يستنوني هنا. يا رب. معلش، بقول لك يا حضرتك، هو ممكن تستنيني هنا بس نص ساعة؟ ايه ان ده شاء الله ليه؟ مش هاخر عليكي. ليه يعني؟ في شخص كده بصراحة يعني الحالة المادية بتاعته كويسة قوي وبيحب يساعد وبيعمل خير كتير، فانا راح اكلمه وان شاء الله هيساعدنا في الموضوع اللي انت بتقول عليه ده، وهيدينا الفلوس اللي انت عايزاها. لا طبعا يا ياسمين، الناس اللي بتعمل كده بيصوروا وينزلوا على لا لا قنواتهم. لا، ده ما بيعملش الكلام ده خالص، ولا بيصور ولا بيعمل اي حاجة من ده كله، هو فعلا بيعمل خير من غير ما حد يعرف. مش خلاص. عارفه بصراحه اقول لك ايه. انت شايفه ايه؟ والله وانا مش عارفه اركز يا جماعه من المشكله اللي انا فيها. انا عارف وحاسس بيك والله، بس تقدري تستنيني هنا نص ساعة وان شاء الله انا هروح لمسافة الطريق وارجع لك على طول. انا طيب. بشكرك طبعا ان انت بتحاول تساعدنا، بس الشكر لله. ما تشكرنيش انا، اشكر ربنا انه وقف حد جنبك وان انا سمعتك في الوقت طيب المناسب. طالما هو مصر يا ياسمين خليه يجرب يساعدنا. اللي تشوفه. طيب يبقى تستنوني هنا، انا مش هاخر عليكم. ماشي احنا مستنيين. تمام ماشي. ماشي اتفضل. طب بجد عايز يساعد. هنشوف. مم. اهلا يا زياد، تعال. بقول لك إيه مالك يابا؟ يا ابني، فيها خير؟ بص يابا، انا عايز ال100,000 جنيه اللي معاك، اللي انا كنت شايلها عشان خاطر تشطيب الشقة بتاعتي. 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه يا ابني؟ وهتعمل بهم ايه؟ بصراحة كده يابا، في ناس غلابة محتاجين. ناس غلابه؟ اه. يا كان ابني بابا انت جرى عقلك في حاجه؟ كان باباهم محتاج يعمل عملية، وهو دلوقتي في العمليات، فانا محتاج الفلوس دي اساعدهم بيها. معلش هات الفلوس يابا، هات الفلوس، خلينا اروح الحقهم قبل ما يمشوا. يا ابني الفلوس دي بتاعت تشطيب شقتك، ازاي تديها لهم؟ وايه يعني بتاع تشطيب الشقه؟ انا مش هشطب الشقه دلوقتي، لسه قدام المشوار طويل، وبعدين انا لسه ما خطبتش، فما فيهاش حاجه يعني لما اروح اساعد بيها، ده كله لله. وانت تعرف الناس دي؟ طيب تعرفهم؟ مش مهم. مش هم ازاي؟ انا بعمل حاجه لله. لا حول ولا قوه الا بالله. انا سمعتهم غصب عنهم، فاكيد يعني ما كانش قصدي ان هم يسمعوني، وبعدين لما يجوا يقولوا حاجه زي كده قدام حد مش هيسمعوا. واحد بتاع قهوه شغال يوم بيوم، هيعرفوا منين ان انا معايا فلوس؟ هات يابا، قوم هات الفلوس خلينا اروح له بالله عليك.
يا ابني مش اي حاجه تيجي في دماغك تعملها يا حبيبي. وبعد كده اللي بيساعد ده واللي بيطلع حاجه لوجه الله يطلع له مثلا قول 1000 جنيه 2000 جنيه، انما يطلع 100000 جنيه. يابا صلي على النبي في قلبك بقى. عليه افضل الصلاه والسلام. انا يا اللي ابني. شغال بفلوسي وانا اللي محوشها معاك، فبقول لك دلوقتي هات الفلوس خلينا نروح على الناس قبل ما تمشي، ما فيهاش حاجه ولا عيب. هو ثانيا بقى لو انت بتقول ناس ومش ناس، فالحاجه دي انا بعملها لربنا مش بعملها للخلق. ونعم بالله. بس كده، فانت بالله عليك قوم هات الفلوس خلينا نمشي. يا ابني ما ينفعش، انا واجب عليا لما اشوفك بتغلط اقول لك لا حاسب ده غلط، واللي انت بتعمله ده اكبر غلط. وانت من وجهه نظرك شايف ان هو غلط، انا بقى من وجهه نظري شايف ان هو صح ومحتاج لي فلوسي، ما فيهاش حاجه. قوة الا بالله. اعتبرني ما انا ما اديتكش فلوس خالص. ما ينفعش، انا لما اديك الفلوس دلوقتي دي هترجعها تاني ازاي وتعمل شقتك ازاي؟ انما عايز تتبرع خد 5000. اللي خلاني خد اعملهم 10. اللي خلاني اعمل الفلوس دي خلاني اعمل زيهم تاني وتالت ورابع، لا حول ولا وربك قوة كريم ما إلا بينساش بالله. حد. ونعم بالله. طب يلا يا ابني ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده كلام ما يخشش العقل خالص. معلش. لا حول ولا قوة الا بالله. اقول لك انا سايب لك الدنيا وماشي. يلا يلا. ايه ده؟ انا مش عارف انت بتتكلم معايا ليه كده يابا. بس ده حاجه ايه؟ غلب اجيبه شمال يجيني يمين، اجيبه صل على يمين يجيني النبي. شمال اهو تاني. انا محتاج فلوسي، انا ما بقولكش على حاجه بتاعتك او انت اللي كنت محوشها لي وجاي بطلبها منك. دي حاجتي وانا اللي محوشها، وانا عارف ان فلوسي وفلوسك واحد، وكتر خيرك قوي ان انت ربيتني لحد دلوقتي وما عملتش مقابل حاجه. انا دلوقتي بقول لك انا محتاج الحاجه دي، هتحوشها عني؟ انا عارف ان دماغك ناشفه وعينه دي من زمان، انا عارف. حاضر هريحك اهو. اتفضل يا سيدي، ادي ال 100000 بتوعك اهو. ها حاجه ثانيه؟ لا كتر خيرك، انا هلحق انا امشي. سلام. سلام يا سيدي، ربنا يستر عليك يا ابني وربنا يجعله في ميزان حسناتك. بقول لك ايه يا استاذ، انا جبت لك الفلوس اهي. فلوس؟ دول 100000 جنيه، تقدري تروحي تشوفي العمليه اللي انت عايزاها والدنيا دي، وان شاء الله خير. انت بتتكلم جد؟ اه بتكلم بجد اهي. طب 100000؟ اه الحاجه غاليه مش فاهمه. طب انت جبت الفلوس دي منين؟ زي ما قلت لكم، واحد يعني بيطلع خير وكده وقال لي خد اللي انت عايزه. انا بجد متشكره قوي. الشكر لله. طيب ممكن رقم موبايلك عشان ابقى احول لك الفلوس؟ انا قلت لك ده بيعمل خير فمش مستني يترد له، وبعدين حاجه وطلعت. ادعي له بس انت دعوتين حلوين. ايوه بس انا لازم اردهم. لا مش لازم، الفلوس معاكي ودي حاجه هو بيعملها مش مستني ان حد يردها له. انا متشكره جدا. الشكر لله. طب اديني بس رقم تليفونك او حتى رقم معلش. تليفونه هو يعني. ممكن نحتاج. لا معلش مش هينفع. طيب شكرا. الشكر لله. تقدري تلحقي، ولو في اي حاجه تاني حضرتك عارفه المكان اهو. تعالوا ان شاء الله خير. موجود هنا على طول. تمام متشكره قوي. الشكر لله. عن اذنك. يلا يا كريم. اتفضل. يلا. الحمد لله ان انا لحقته، وبعد ما خدت الفلوس وشفت الفرحه في عينيها دي بالدنيا كلها. مش مصدقه بجد. شفتي بقى؟ كده الشاب ده يستحق الخير اللي انا عايزه اعمله معاه. لا يا استاذه ياسمين، انت بتقولي ايه؟ في الاول في الاخر مش هو اللي جاب الفلوس دي، هو كان سبب بس. اديكي قلتي كان سبب، والسبب ده اكبر سبب لمساعدتنا. يعني هو فكر ان هو يساعدنا وراح وعمل مجهود وحط الموضوع في دماغه. مهما كان يا استاذه ياسمين مش هو اللي يستاهل، اللي يستاهل صاحب الفلوس دي. يا بنتي الدل على الخير كفاعله بالظبط، وهو دور على اللي يساعدنا. فين الناس اللي انت هتديلهم الفلوس؟ ايه يا حاج في ايه؟ اللي انت عليك يا ابني، خدت ال 100000 وجريت. انا قلت اجي اشوف الناس اللي انت هتديلهم الفلوس دول. يابا استهدى بالله بس كده، الناس خدوا الفلوس وخلاص مشوا، مش هنتكلم بقى في الموضوع ده تاني. يعني فلوسك اللي انت هتشطب بيها الشقه بتاعتك تديها للناس كده وخلاص يا زياد؟ وفيها ايه يعني؟ انا قلت لك حاجه وانا لله، حاجه وبنعملها لله. وبعدين انا سمعت ان هم عندهم حد عايز يعمل عمليه او موضوع عمليه ومحتاجين الفلوس، ما فيهاش حاجه يعني لما نساعدهم. طيب ماشي يا سيدي، خدت ال 100000 كويس. انت بتقول ان هم محتاجين 75 بس، اديتهم ازاي 100000؟
الباقي مصاريف علاجات ومصاريف مستشفى والدنيا دي كلها. انت ما تنساش برضو ان لما حد بيروح المستشفى مصاريفها كتير يابا. في ايه؟ انت عارف يا زياد، هتفضل بنشفان دماغك ده وعندك ده، واخد بالك لحد ما تتقرص قرصه، وهي جات لك القرصه اهي. يبقى وريني بقى هتعمل ايه بعد كده. سلام. سلام. هعمل ايه يعني؟ يا نهار ابيض، آه ده طلعت الفلوس بتاعته. سمعتي؟ يا نهار ابيض، ومش بس بتاعته، ده انا طلعت مكسوفه من نفسي بصراحه. دي طلعت بتاعة تشطيب الشقة كمان بتاعته. وبابا بيتخانق معاه. شفتي مش قلتلك؟ مش شباب اللي زي كده نادرين دلوقتي جدا يا استاذه ياسمين. طيب يا نهار ابيض، مش مصدقه بجد ان في ناس دلوقتي كده. انا كنت حاسة ان هو عايز يساعد من جواه وان هو انسان كويس، كان باين عليه. فعلا كان باين عليا. طيب انت ناويه على ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، انا كده عرفت اللي فيها وعارفة انا هعمل ايه كمان. اللي هو ايه؟ بعدين بقى. طيب انت كنت ناويه ان صاحب الفلوس ده تيجي لك الشركه، ايوه. بما ان الشاب ده هو طلع صاحب الفلوس، فلسه عند وعدك ان انت هتجيبي الشركه؟ ايوه طبعا، ده انا لسه عند وعدي واكتر كمان. طيب يلا بينا احنا. يلا. بقول لك ايه؟ ايه طب اسبق انا على الشركه وانتي روحي جيبيه وتعالي، ايه رايك؟ دلوقتي؟ اه اللي حضرتك شايفاه. ماشي، ارجعي انتي جيبيه وتعالي وانا هسبقك على هناك. حاضر ماشي. يلا. لو سمحت. نعم يا استاذ. خير؟ في حاجة بص، تاني؟ هو انت فاضي دلوقتي او وراك حاجه؟ لا والله ده انا في شغلي. معلش، هو انت كنت عايزة حاجة طيب؟ كنت بصراحه يعني انت عارف ان احنا 2 بنات لوحدينا، فكنت محتاجه جنبنا يعني في المستشفى. في المستشفى؟ لان في مشكله في المستشفى كبيره ومحتاجين حد معانا. ما معكمش حد خالص؟ خالص بصراحه. طيب بس القهوة لوحدها مش مهم. ماشي، انا هرن على واحد صاحبي يجي يقف فيها. تمام ماشي. تعالي اتفضلي اتفضل. ادخل. بص ده ياسمين. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة. انتوا ازاي بتقولوا المستشفى وازاي جايبيني هنا؟ طب ممكن تتفضل تستريح؟ اهدى بس دلوقتي. انا مش هقعد لما افهم في ايه وايه اللي جايبني هنا. طب اتفضل وانت هتعرف كل حاجه. اهو. بص يا سيدي، كل الموضوع ببساطة ان الشخص اللي ساعدني بالمبلغ في الموقف اللي انا فيه، انا ناوية يعني ارد له المبلغ 5 اضعاف. ده اللي هو ازاي؟ هو انت مش كنت محتاجة مساعدة وعايزة فلوس عشان خاطر حد عندك عنده عايز عملية؟ انت اسمك ايه الاول؟ انا اسمي زياد. بص يا استاذ زياد، كل اللي حضرتك شفته ده كان فيلم. يعني استاذه ياسمين لا عندها حد تعبان ولا كانت محتاجه فلوس. مظبوط. بس ده يعني اعتبره زي اختبار كده. كاميرا خفية هي يعني ولا ايه؟ لا مش كاميرا خفيه. ابدا مش كده. ليه ما تقولش ان انا عايزة اساعد، بس عايزة اشوف مين اللي يستحق المساعدة. وانت طلعت انسان كويس واللي في ايدك مش ليك، وبتقف جنب الناس حتى لو باخر فلوس معاك، مش كده برضو ولا ايه؟ حضرتك انا زي ما قلتلك الفلوس دي جايه من شخص مطلعها لله، فعادي يعني احنا مش مستنيين مقابل. سواء بقى الشخص اللي قدامي ده بيضحك عليا ما بيضحكش عليا، انا مسلم ضمير ربنا. يعني بعد كل اللي انت عرفته برضه مش عايز ترجع فلوسك؟ انا خلاص اديت حاجه لربنا فمش مستني منها مقابل. بص يا زياد، زي اللي بيصلي كده وبيدعي ربنا دايما ليل نهار ودايما مع ربنا في كل حاجه، بيستنى منه مقابل ولا بيستنى منه الاخره؟ اكيد لا، ما استناش مقابل. بس اللي عايزه اقوله لك، اولا انا عارفه ان الفلوس دي من معاك انت، مش من حد. شفنا خناقه والدك. انت حضرتك كنت لسه ما مشيتوش؟ الحاجه التانية الاهم ان انت يوم ما تحب تساعد لازم بتكون بتساعد في مكان يستاهل او حد محتاج الفلوس، وانا فعلا مش محتاجه الفلوس، فاكيد مش هاخدها كده وخلاص، فاكيد انت احق بيها مني. هو انا لحد دلوقتي مش مستوعب بس الكلام اللي انت بتقوليه. اصل هو لو مش الكاميرا الخفيه اللي بشوفها في التلفزيونات وعلى تيك توك ويقعدوا يصوروا ويعملوا مقالب في الناس، هيبقى اختبار. وبصراحه الاختبارات دي محدش يعني شاطر فيها غير استاذ سلامه، ده انا بتفرج عليها دايما على اليوتيوب.
فياريت بقى تقولوا لنا انتوا ايه وبتعملوا ايه بالظبط. بص يا زياد، الموضوع مش اختبار بالظبط يعني. كل الموضوع ان انا كنت بشوف معدن الانسان اللي قدامي. وعايز اسالك على حاجه كمان، هو انت خريج ايه؟ انا خريج تجاره. طب حلو قوي. احنا في هنا كذا مكان في الشركه ليك. يعني لو انت هتسيب القهوة في مكان كويس. يعني احمد مفيش داعي ربنا على بعد الشغل كده. اللي انا فيه. انا عارف ان هو وحش، بس هو مش وحش للي زينا. لا طبعا. اللي مش لاقيين شغل. لا هو مش وحش ولا هو حاجة. مش وحش، بس الشغل عمره ما انت كان عيب ولا حرام. انت تستحق الاحسن. وانا عايزه الحمد لله. عايز اشوف لك شغلانه تليق بيك وبتعليمك. وبعدين اوعى تكون فاهم ان ديت يعني زي جميلة او حاجة، انت فعلا تستاهل اكتر من كده. الله بالظبط. يخليكم. اما موضوع الفلوس ده موضوع خلاص منهي الكلام فيه. انت فلوسك هتاخدها وعليها قدهم 5 مرات. 5 مرات؟ ايوه يعني 500,000. 500,000؟ هو ايوه مش المفروض ان ده حقك برضو وان دي فلوسك؟ دي فلوسك يا زياد، وانت طلعتها بهدف المساعده، وانا ما استحقش المساعده. زياد ركز معايا، انا بس سرحت شويه. الموضوع مش محتاج سرحان. الموضوع محتاج انك توافق وتقول حاضر وبس، وانا شايفه الصح وبعمله. طب بما اني عرفت يعني ان هو في كلية تجارة، بعد اذنك يا استاذة ياسمين هطلع اشوف الحسابات بسرعة وجاية. ماشي اتفضلي. ها قلت ايه؟ المكان في الشركه هنا مستنيك. والله انا دايما انا لله سلمت الامر. ونعم بالله. والفلوس في الحسابات، هتلاقي شيك متساب هناك باسمك، يا ريت تاخده وانت ماشي، تصرفه في اي وقت. طب انا بقى لو هاخد فانا هاخد حق بس. زياد ما تتعبنيش هيبقى معاك. كتر خيرك قوي على الشغل اللي انت شغلهوني هنا. لو سمحت ما تتعبنيش معاك، خلاص ده كلام قلت لك منهي الكلام فيه، والشيك بالفعل متساب اسمك في الخزنه، فخلاص مفيش داعي للكلام ده. انت ما خدتش مني حاجه غصب عني ولا طلبت مني انا اساعدك. لحد الان مش متخيل الكلام اللي انت بتقوليه يا حضرتك. يعني هو لحد الان معلش ما عرفتش اسم حضرتك ايه. ياسمين. يا استاذه ياسمين، انا مش مصدق والله الكلام اللي انت بتقوليه ده. انا واثق فيكم كل حاجه، وبعدين لو حد تاني وبيعمل نصابيه عليا كان خد الفلوس ومشي، او لو كان عايزها لله كان خد الفلوس ومشي. فعشان كده انا مقتنع بكلامك كويس، فانا عايز فلوسي ومش اكتر من كده. زياد لو سمحت بلاش تراجعني كتير، انا ما بحبش الحكايه دي. وبعدين الفلوس دي خلاص هي من نصيبك وهتتسب. يعني انا ممكن كنت اعمل لك بيهم حساب باسمك واحطهم في البنك على طول، لكن انا ما رضيتش. قلت انت تصرف الشيك وتحط الفلوس في المكان اللي يعجبك. اللي انت شايفاه. ايوه كده. بس اديني فرصه برضه افكر اخد الفلوس ولا لا. برضو تاني انا شايفه ان انت تستحق الفلوس دي. اكيد انا مش بوزع فلوس كده وخلاص يعني. عشان خاطر الابتسامه الحلوه دي مش هحرجك. اتفقنا. ماشي، استاذنك. اتفضل. الحمد لله. انا كده ارتحت وحاسه ان انا عملت حاجه كويسه وفي مكانها كمان. اهو ما ارتاحش الواد لما خد الفلوس. خد الفلوس وضيعها. اهو دلوقتي يجي يقول لي الحقني يابا، الحقني يابا، ده الفلوس راحت مني. يبقى يدور بقى اللي يجيبهم له. بدماغه الناشفه والعند ده. والله لو جه دلوقتي وقال لي الحقني يابا، لا هلحق ولا هسال فيه. ومطرح ما يحط راسه يحط رجليه، انا ماليش دعوه، انا قلت له كتير. بس يعني ما بتسمعش الكلام، ماشيين ورا دماغتهم بس. يا صباح الخير يا انت لابسه لبس الهالوين النهارده؟ التنكري التنكري بتاعكم ده يبقى النهارده عايزين تعملوا خير. عقبالك كده، ما ربنا يكرمك وتفكر في الخير شويه. طب وبدل ما افكر في الخير ما تدونا احنا الخير ده، بدل ما انتوا بتطلعوا ترموه بره واختبارات للناس وبتاع، احنا اولى. اديك ما احنا قلتها شغالين بنعمل معاكم. اختبارات للناس عشان نعرف اللي يستاهل ولا ما يستاهلش. لا والله يبارك فيكي، بسم الله ما شاء الله. عايز تقول حاجه؟ طيب احب اعرفك بقى ان الحد بتاع النهارده دوت جه يشتغل في الشركه. وبلاش يعني يا ده اسمه ريت. ايه ده بقى ده؟ اسمه زياد. زياد. ودخل قسم ايه ان شاء الله؟ حسابات، هيبقى المساعد بتاعك كده. هي الحسابات ناقصه؟ بقول لك ايه، ايه؟ بلاش بالله عليك الحركات القرعه بتاعتك دي في الشغل، عشان احنا عارفينها ودارسينها كويس قوي. عايزه ايه يعني؟ يعني ابعد عنه.
وانت مالك مهتميه قوي بيه ليه كده؟ لا انا مش مهتميه بيه ولا حاجه. بس الولد غلبان، هو باين عليه، مش شراني. باين عليه غلبان. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بنت مين يا نمر دي؟ يلا يلا روحي شوفي انت بتعملي ايه. يلا انت فاهمه حاجه؟ انت مش عارفك انت مش عارفه ده دخلنا الشركه دي ازاي، انا مش فاهمه. جابوا لي واحد جديد في الحسابات. لا مش كده والله، مش كده، ما تمشيش كده ابدا، ولازم اطفشه. ما كنتش حتى امشيه من الشركه، انقله اي قسم تاني. ناقصه الله. انت تلاقيك بقى زياد اللي بيقولوا عليه. بيقولوا عليا ايه؟ بسم الله ما شاء الله. انت لسه صغير في السن اهو، كيوت وعسل. الله يخليك. بس خير، هما بيقولوا عليا ايه يعني؟ إيه لا انا لسه اول يوم ليا النهارده. بيقولوا بس ان انت ولد محترم وكويس، وجيت معايا في الحسابات، وحظك الحلو انك جيت تحت ايدي في الحسابات. حضرتك استاذ محمد؟ ايوه. قالوا لي عليك. طب كويس انهم قالوا لك. خير. بص بقى، انا اللي بيجي يشتغل معايا في القسم بتاعي بيمشي ب3 قواعد. 3 قواعد؟ قواعد ايه؟ لحد ما تتعلم كده وتاخد على الشغل، وبعد كده بقعدك على مكتب. خير. اول قاعده: لا ارى لا اسمع لا اتكلم. والتانية هتنزل تشتغل في المخازن، ومن وقت للتاني تطلع الحسابات اقول لك تعمل 1 2 3. والتالتة حضرتك؟ والتالتة اللي اقوله هو اللي يمشي. نعم وحاضر وسمعا وطاعا. يعني مش كلام المديرة اللي بيمشي؟ ايه؟ مش كلام المديرة هو اللي بيمشي؟ لا مديرة ايه؟ انا جبت سيرة مديرة؟ انا رئيس القسم. رئيس القسم؟ بس في مديرة متحكمة في كل حاجة. المديرة تتكلم معايا انا، وانا واجه الموظفين اللي تحت ايدي، انما مش تتكلم مع موظف زيك. طيب وانا على ايه بقى كل ده؟ انا منع للمشاكل ومنع لاي حاجة. انا همشي، انا لسه اول يوم ليا، وبصراحة الشغل ده انا ما بحبوش اللي فيه مشاكل كتير. برافو عليك. فانا هدخل اقول لها ان انا ماشي. لا، تقول لها ان انت ماشي، بس ماشي من نفسك، مش ماشي من عم محمد ولا ايه؟ ما حدش يحكمنا على حاجة او كلام انا عايز اقوله. خلاص. ويمكن لو قالت لك اقعد يبقى كويس ان انا قلت لك على القواعد يا زياد. حلوه القصه اللي انت عاملها دي، ما تبصليش. ايوه غيران. طيب قلت الكلام اللي انت عايز تقوله؟ اعملي لي كوبايه شاي يا ام احمد. انا قلت كده من البدايه، الشغل ده مش جاي معاه سكه، انا داخل للمدير. ادخل. استاذه ياسمين. ايوه يا سيدي. معلش، هو انا ممكن استاذن وما اشتغلش هنا؟ وكتر خيرك قوي على المبلغ اللي انت اديتوني، بصراحه المبلغ مش قليل، كويس. اما بالنسبه للشغل فبصراحه كده انا مش بتاع الشغل ده. انا هستاذن انا واتكل على الله واروح اكمل في قهوتي. معلش. ليه كده يا زياد؟ مع اني كنت متوقعه ان انت تتمسك معايا بالشغل اكتر بعد اللي حصل بينك وبين محمد. ايه؟ بينه وبين محمد؟ ايوه. حضرتك عرفت منين ده؟ الكلام لسه كان حالا دلوقتي. سمعت، وكنت فاكره ان ده سبب ادعى انك تكمل معايا في الشغل. حضرتك انا ما بحبش المشاكل، ما بحبش يجيب لي نفسي وجع الدماغ، يعني بريح دماغي من كل حاجه. انا حابب امشيها بما يرضي الله وابعد عن المشاكل ومنعا لاي حاجه. فانا بقول ان انا اتكل على الله من هنا وهو يشوف دنيته بعيد عني وانا اشوف دنيتي بعيد عنه. يا زياد، ما هو انت عشان تمشيها بما يرضي الله المفروض ان انت تفضل معايا علشان نوقعه في شر اعماله، وعلشان نحاول نبين حقيقته وبالقانون وبالورق وبالطريقه الصح. طب وانا اعرف منين ان هو بيعمل حاجه غلط؟ هو مجرد ان هو قال لي كلمتين ما لهمش اي 30 لازمه. بس كلامه كله بيقول ان في وراه حاجات كتير غلط، صح؟ انا فاهم حضرتك وليك الحق ان انت تخاف على حاجتك وشغلك، بس في حاجه تانية انا عايز اقولك عليها. انا واستاذ محمد لو كملنا مع بعض مش هننفع.
انا ما بحبش اللي يربطني بكلمه معينه، او ما بحبش اخد تعليمات من حد. بس انت عارف ان هو هنا موظف في الشركه زيه زي اي حد، والكلمه الاولى والاخيره ليا انا. يبقى حضرتك اخد الكلمه منك انت. واحنا فيها. لكن عشان تستسلم من اول جوله وتيجي تقولي انا هسيب الشغل، هو ده اللي مش هقبل بيه. لكن انت تقدر تقف قصاده وتقول له ان تعليماتك هتاخدها من المديره، وبتهيألي ان انا موجوده. اللي انت شايفاه. لو قلت لك ان انا عايزاك جنبي الفتره دي، انا معاكي. يبقى الكلام خلصان. يبقى تروح تقعد على مكتبك وتشوف شغلك، واي بس حاجه بما انك تتقلب. عايزه تعرفي دنيته ايه، يبقى خلي التعليمات منه هو، بلاش انتي، وسلمها لله. يبقى اتفقنا. يبقى انت تاخد منه اي معلومه وتيجي تعرفها لي. مش معنى كده ان انا اتفاهم وحش. لا طبعا يا زياد. انا مجرد ان انا بعمل خدمه. اكيد طبعا. وفي شغلي، وعلى ما اظن ده ولا عيب ولا حرام طالما شخص بيعمل حاجه غلط. زياد، انت لازم تبقى واخد بالك كويس ان انا مش موظفه هنا زي باقي الموظفين، وعايزه اتجسس على كلامهم او على اللي هم عايزين يعملوه. فاهم كلامك كويس. انا صاحبه الشركه، وفي حاجات كتير واضح ان بتحصل من ورا ظهري كلها عك. فانا عايزه اكشف الحقيقه، مش عايزه اعرف اخبار او تفاصيل عن حد. تمام. وباكد تمام على يا أستاذ. كلامي ان المعلومه اللي تهمني بس هي اللي تيجي تبلغها لي. اي حاجه تانية انا ما يهمنيش اني اعرفها. اللي تأمري بيه. اعتبر ان كل حاجه حصلت، وان شاء الله لو طلع كويس هيقول لنفسه، طلع وحش فساعتها بقى ياخد جزاته ويروح لحاله. اتفقنا. ماشي يا استاذه ياسمين، انا ماشي. راح اشوف شغلي. اتفضل. والله انا كنت عايز اطلب منك طلب اخير. اتفضل طبعا. انا لحد الان ما روحتش البيت لوالدي واتعرفت ان انا اشتغلت هنا ولا اي حاجه. هو انا ممكن اروح وابقى اجي بكره؟ معلش هو النهارده بس. مفيش مشكله يا زياد، ممكن. طيب هستأذن انا. اتفضل. جدع زياد، وكمان ملوش في المشاكل واللبش. ربنا بعته في الوقت المناسب. اهلا اهلا بسبع البرومبا، اهلا باللي ضايع فلوس. اوعى تقول لي يابا الحقني وما يلحقنيش، انا بقول لك اهو من اولها ما تجيبليش سيره عن الفلوس خالص. ايوه شوف روح وديتهم فين. خلصت؟ ايوه خلصت، انت ما اشترك فيه. يابا وانا ممكن اسالك سؤال بجد؟ يعني هو مش فيك انت لوحدك، في كل الابهات بصراحه، هما ليه دايما بيضطهدوا ولادهم كده بيحسسوا ان هو غلط وان انتوا صح في كل حاجه، مع ان ممكن العيل يكون صح ونفس تفكيرك في الاخر؟ ممكن لو انت قصدك تقول على حاجه هي نفس الحاجه انا ممكن اعملها وتلف وترجع لك. يعني انقل الشنطه دي من هنا واديها على الكنبه دي، انت ممكن تنقلها من هنا لهناك على طول، انا ممكن الف بيها من اخر الاوضه، بس في الاخر هتروح على نفس الكنبه. انا كل اللي قصدي اقوله لك ان زي ما انت ما بتفكر صح انا كمان بفكر صح. انت تفكيرك ان انا ممكن يضحك عليا، وانا تفكيري ان انا بعمل حاجه لله، واللي بيروح لربنا بيرجع تاني، ده خير وبيترد. ونعم بالله، بس مش 100,000 جنيه تضيعهم وبعد كده لما ابوك ينصحك المفروض تاخد بنصيحه ابوك، لان ابوك هو ادرى منك. ما هو انتوا كمان يا شباب زي ما احنا كده بتتهمنا كابهات، انتوا كمان يا شباب ما بتسمعوش لابهاتكم. لو تسمعوا هتستفادوا ومش هتخسروا حاجه، لان احنا عندنا الخبره وشفنا وعدينا. انما انتوا للاسف بتعملوا اللي في دماغكم وترجعوا تندموا. معاك الحق في كل كلمه انت قلتها، بس كل جيل ويختلف عن اللي قبله. انت اكيد برضو جد الله يرحمه كان بيقول لك نفس الكلمتين، وانا واثق من كلامي. وجدي ده جد يعني عايز اجيبها لك ازاي، ان كلها بتسلم رسائل، كل واحد بيقول نفس الطريقه دي. انا لما ربنا يكرمني بعيل ان شاء الله هقول نفس الكلام ده لابني. كل واحد بيوصل رسالته، وانت وصلت رسالتك. انا يا ابني خايف عليك وخايف على فلوسك. هو انا بقول لك حاجه لا قدر الله اعمل حاجه غلط ولا حاجه؟ بس انا لما خايف يكون عليك وعلى فلوسك وعلى شقاك. لما يكون حاجه الجنيه- ربنا بقى ما تخافش عليها. انا قلت لك خير، صدقني. لو انت كنت شاكك فيا بنسبه 1% ان انا بعمل حاجه غلط من وراك، ليك الحق ان انت تخاف وانا واخد الفلوس وماشي.
لكن انت عارف ان انا عمري ما عملت حاجه غلط، وطول عمري بشقى وبتعب عشان خاطر اجيب الجنيه واقف جنبك. ودلوقتي اتردد عشان تعرف ان اللي بيعمل خير بيلاقيه تاني. ايه بقى اللي تردد بقى ان شاء الله؟ بص يابا، ايه الفلوس دي كلها؟ من ايه؟ اوعى تكون سرقت حد يا دول 500,000 جنيه. ماشي، بس انت جبت الفلوس دي من الاول. سرقت ايه ولا عملت ايه؟ مش قلت لك اللي بيعمل خير ربنا بيجازيه خير تاني؟ ايوه يعني ازاي يعني؟ مش فاهم يعني. ودات ال 100,000 رجعوا لك 500,000؟ مش فاهم. ولدوا دول ولا ايه؟ انا اديت ال100,000 وكنت حاسبها ان هي حاجة لله، وان دول رايحين كده عند ربنا ومش راجعين تاني، ومجرد ان الناس محتاجة تعمل عملية. فقلت اساعد واعمل اللي عليا، حتى لو هأجل جوازي 20 سنة لقدام لحد ما ربنا يرزقني واعمل اللي انا عملته ده مرة واتنين وتلاتة. بس انا لما عملت كده وبنيتي صافية، واهم حاجة تكون النية صافية. ما طبعا اي عمل خير محتاج النية الصافية. انا بقى عملت كده ونيتي صافية والحمد لله، ما كنتش مستني. الناس بقى اللي انا اديت لهم الفلوس طلعوا بيشوفوا الناس اللي تستاهل الخير او الناس اللي ما تستاهلش، فاضطروا يعملوا ايه؟ يدوني الفلوس ده. جا وقعدوا عندي في الكافيه، وما كانش ليا انا، ده كان لاي حد يسمع الموقف. فانا لما سمعت الموقف وجيت ساعدتهم ردوا لي المساعده. ومش دي بس، انا عايز اقولك ان انا مش هسيب الكافيه، يعني انا بقدر الامكان هفضل برضو لو ساعة او 2، عشان بجد انا اي مكان باكل منه لقمة عيش بحمد ربنا عليه طول العمر. فانا اتوظفت معاهم، اتوظفت في شركة ومسكت الحسابات عندهم. شفت بقى ربنا ما بينساش حد ازاي. ونعم بالله. بس مش كل مرة تسلم الجرة يا استاذ زياد. لا، انا عايز اقولك ان كل مرة انت بتسلم امرك لله وبتعمل خير. مش شرط يكون الانسان اللي قدامك ده نصاب او لا او ايا كان، انت بتعمل خير لوجه الله، سلم امرك بقى. ونعم بالله العلي العظيم. وانا لله سلمت الامر، ما كنتش مستني حاجة من حد. خد يابا. الفلوس دي مبدئيا كده انا مش هخليها كلها معايا. انا بصراحة كل اللي محتاجه منهم عشان اكمل شقتي ودنيتي حوالي يجي 300,000 جنيه. يعني انا 100 بتاعتي عن 200 اللي خدتهم من هناك يبقى 300,000 جنيه، ودول اللي هخليهم واشطب بهم شقتي ودنيتي. اما بقى بالنسبة ل200 التانيين فدول هيطلعوا لله، هيطلعوا للناس الغلابة واللي محتاجين والمساكين، وزكاة عن صحتنا ومالنا. ما هو الواحد برضه ايا كان المبلغ اللي معاه لازم يطلع له زكاة، صح ولا غلط؟ طبعا يا ابني اكيد. طيب لازم تطلع حاجة لله. انا عايزك تاخد ده بس دلوقتي كده تشيلهم معاك. خد، وبكرة ان شاء الله هاخد اطلع لله وسلمها لله انت بقى، واللي رايده ربنا هيكون. ونعم بالله. قوم يابا. المهم انت اتغديت ولا نتغدى سوا؟ لا، اتغديت من شوية. انا عارف ان انت سيادتك بتغيب بكام ساعة. طيب ولا يهمك اكل ولا يهمك شرب، ولا حتى بيهمك حتى انا اكلت ولا ما اكلتش. كان في بيت جوه ولا اي حاجة اعملها كده واكل؟ اطلع خش جوه تلاقي التلاجة مليانة. التلاجة مليانة ايه بس يا حاج؟ احنا هنكدب على نفسنا؟ هو الحمد لله خير ربنا كتير. انا هو مسلوق لي بطين مع حتة جبنة كده ايوه. واكل. ما جبتش اكل وانت جاي ليه؟ عيب عليك، انا قلت اجي اكل انا وانت، كنتش اعرف ان انت لسه ما اكلتش. لا اكلت. طيب انا هو ما ناكل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني واحد زي ده دلوقتي يتقال له ايه؟ انا بصراحة يعني فعلا دي اسمها تجارة مع ربنا سبحان الله وتعالى.
انك تتاجر مع ربنا. ان طلعت 1000 ربنا يرزقك ب2، ان طلعت 5 ربنا يرزقك ب10. فعلا ربك سبحانه وتعالى طالما عملت الخير بنية صافية وسليمة ربنا عمره ما يسيبك ابدا وبيعوض عليك. ادخل. ايوه يا استاذ ياسمين. اقعدي يا كريمان. حضرتك طلبتي تشوفيني؟ ايوه. اسمعيني كويس وركزي معايا. خير. في موظفين وسطينا هنا مش تمام، وشغلهم كده مش بما يرضي الله. الحاجه دي اللي انا كنت عايزه اقولها لحضرتك اصلا. انا سمعت كلام بين محمد وزياد غريب قوي. زياد ولا حق يقابله؟ ايوه قبله، ومش بس كده، وكان عايز يطفشه من الشغل كمان. ايه؟ ايوه، وعايز يحسسه ان الكلمه ليه وان زياد يسمع كلامه وبس، يا اما كده يا اما هيمشيه من الشغل. مش اول واحد يعمل معاها كده على فكره. اسمعي يا كريمان، كل الحسابات اللي ساقطه مننا في الشغل وفي الجرد وفي الكلام ده كله محمد اللي ليه علاقه فيها. نهار ابيض. واحنا واحده واحده كده انا اتفقت مع زياد ان هتبقى عينه عليه وهيبقى مركز معاه بزياده. طب وانت عرفتي منين؟ هو زياد جه حكالك؟ زياد ما حكاليش. زياد ده ولد عنده اخلاق ومالوش في المشاكل، وهو كان عايز ياخد بعضه من سكات ويمشي، لكن انا اللي طلبت منه ان هو يفضل معايا الفتره دي، وان انا محتاجه له الوقت ده، بمعنى اصح محتاجه لامانته دي، عشان بما ان محمد ابتدى يتكلم معاه يبقى اكيد هيديله اوامر كتير جدا انا رفضها مثلا. ايوه فعلا. في الحاله دي زياد هيكون ليه دور كبير. دورك انت بقى، هتروحي دلوقتي للشؤون القانونيه. تمام. وهتطلبي منهم ان هم يحتفظوا بكل الاخطاء الماليه اللي موجوده في الكشوفات بتاعتنا. مركزه معايا؟ ايوه. يعني كل الاخطاء الماليه اللي موجوده ما تتنقلش الارشيف ولا تتنقل في اي مكان. تمام. يحتفظوا بيها كويس قوي، تمام. عشان محمد لما نكشفه على حقيقته يبقى في قدامنا حاجات نقدر نكشفه بيها، وقدامنا تمام. كمان دلائل عليه. تمام. طيب انا هعمل كده دلوقتي حالا. اتفضلي روحي، ما تنسيش اللي قلتهولك بالحرف الواحد. ماشي يا استاذه. ماشي يا محمد. الله، انت ايه؟ الله العظيم. لسه لابسه اللبس بتاع الهالوين ده؟ انت فرحانه بيه يا بنتي؟ انت موظفه محترمه في شركه. يا عم هو انت مالك؟ ولا انت ده مالك بجد؟ ولا ناويه تكسبي ثواب كمان في الموظفين اللي شغالين؟ والله دي يبقى احلى احلى حاجه ثواب. اعملها الموظفين اللي شبهك انت، والله شبهي. العظيم. انت عايز حاجه دلوقتي؟ عاوز منك انت ايه؟ طب روح شوف انت رايح فين وحل عني. اعوذ بالله منك، بتشائم لما بشوفك على الصبح، بيبقى اليوم ايه معايا ايه؟ ادخل. صباح الخير. صباح النور. ازي حضرتك؟ تمام. انا مجهز لحضرتك الملف، يا دوب واقف على امضتك وراجعت وكله تمام. تمام. اعتمدته من شؤون العاملين، ماشي؟ ناقص بس اعتماد حضرتك عشان نعتمد شؤون الماليه. تمام ماشي، سيبه وانا هراجعه وهمضي عليه. طب ليه؟ ده احنا مستعجلين، الناس كلها مستعجله على المرتبات وانه لازم تخرج بالكتير قوي بكره. معلش قول لهم المديره معطلاني، سيبه هراجعه وهمضي عليه. ده انا وعدتهم كلهم انهم هيقبضوا النهارده، وقلت لهم الملف امضيه من الاستاذه ياسمين وهعمل ايداع على طول في البنك. معلش قول لهم المديره عطلتني. في حد عنده اعتراض؟ هو اكيد كلهم هيعترضوا يعني. طيب تعرف اللي يعترض يبقى ابعتولي على مكتبي. ما انت عارفه ظروف الناس. هراجعه وهمضي عليه، الدنيا ما طارتش. ما انا مراجعه من امتى وانت حضرتك بتراجع ورايا ايه؟ معلش يعني كده طالبه معايا النهارده ان انا اراجع كل الملفات اللي تدخل لي. اللي حضرتك شايفاه. اتفضل على مكتبك. اعوذ بالله منك يا شيخه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، انا شكلي كده اروح في داهيه. من امتى وهي بتراجع ملفات من ورايا؟ انا كده هتعرف الاسماء الوهميه اللي انا حاططها، واسماء الناس اللي اترفضت قبل كده ولسه اسماء موجوده وبصرف لهم. لا، انا لازم ادخل لها تاني واجود منها الملف ده، ولا اعمل ايه؟ ده لو رجعته هتبقى بلوى. انت غبي برضه يا محمد. كنت استنى في اي وقت زحمه ولا ميتنج ولا حاجه وكنت مضيها عليه.
جاي وهي لوحدها كده وباين عليها ملخومه ولا مش عارف معكننه ولا مين اللي عاملها. ربنا يستر بقى. عرفت انا عايز اقول لك ايه يا كريمان؟ عرفت وفهمت، بس المهم انت ما تتلخبطش في حاجه. لا انا مش هتلخبط، انت كل اللي عليك ان انت هتقفي هنا وانا هوقعه بالكلام وانت تصوري تمام ماشي. عشان نعرف نثبتها عليه كويس. خلاص يا زياد فهمت بقى. طب بقول لك ايه، هو جاي، اختفي انت دلوقتي وصوري، جهزي تليفونك. استاذ محمد عامل ايه؟ زياد يعني رجعت؟ ما انا رجعت بصراحه كده وفكرت في كلامك بدل مره 2 و3 ولقيت ان انت عندك حق. لقيت ان انا لو مشيت ورا كلامك هكسب الشهر وهيبقى معايا كتير قوي. بعيد بقى عن شويه الفكه اللي انا باخدهم. برافو عليك، وعشان تعلى لازم تطاطي. بالظبط. وبصراحه كده اكتر حاجه عجبتني المواضيع اللي انت عملتها والسرقه والاختلاس، وقلت لي مفيش ولا اي حاجه فيهم اتكشفت. ايه؟ مفيش حد، ما تقلقش. ده حتى انا سمعت ان الكاميرات بيصلحوها من شهر، مش انت عارف الكلام ده؟ لا انا مبوظها. انت اللي كمان مبوظ الكاميرات. طيب يعني انت مظبط كل حاجه. زياد بص بقى، انت جيت في وقتك. انا عايزك اول عمليه هتقوم بيها هتدخل على المديره في ملف قدامها. تمام. الملف ده المرتبات، والمفروض انها كانت هتتصرف النهارده، بس مش عارف موظف غبي بوظ الدنيا وكان حاطط اسماء قديمه من الناس اللي كانت مرفوضه وحاطط اسماء وهميه. ده اللي هو انت. بقول لك ايه، اسمع اللي بقول لك عليه. ما هو انا لازم اعرف عشان امشي معاك على السيستم وعلى الطريق اللي انت مالكش توصفه لي. دعوه. ما انا مش هينفع اعمل حاجه ادخل. كده ولا كده يا استاذ محمد من غير ما اكون عارفها برضو. هتفتح مخك معايا ولا تغور من وشي؟ يعني انت دلوقتي عايزني ادخل اجيب الملف اللي معاها عشان خاطر موضوع السرقه اللي انت عامله ومش عايزه ينكشف، صح؟ او لا؟ بالظبط كده. طيب اعتبر بقى ايه الملف بقى معاك. خلصت؟ خلصت. ماشي. تدخل دلوقتي وتجيبه دلوقتي قبل ما تراجعه، لو تراجع يبقى بلوى. حالا. انتظرني هنا بمكالمة تليفون اقول لك تعالى خد الملف. عاش يا زوز. انا برضو عاجبك قوي. ما صدقتش لما قالوا لي ده قهوجي. ايوه كده الواحد هيشم نفسه شويه. كنت ماشي وبطني وجعاني، لو كنت اكتشفت الموضوع ده كنت زمان، بس الواد ده برضه هيبقى كسر عيني كده. بقول لك ايه، ده حته واد معفص لا راح ولا جه. يوم ما يقولها يهددك ولا يتكلم ولا يفتح بقه هلبسه انا الليله ونشيل الجمل بما حمل. المغفلين اللي زيه كتير. ادخل. استاذة ياسمين، خير يا زياد؟ الخطة اللي هو كان بيعملها وكل حاجة احنا كشفناها. تمام. دلوقتي كريمان صورته فيديو وزمانها جايبه الفيديو جاي ورايا. هايل. وهو بيحترف على نفسه بكل حاجة، حتى الدوسيه اللي هو لسه مدخله لحضرتك. قال لي روح حياته عشان خاطر ما تكتشفيش اللي حاصل فيه. هو دلوقتي معاه احنا معانا الدليل اللي يثبت ان هو فعلا بينهب الشركة وبيسرق فيها كل حاجة وبيعمل كل حاجة هنا. هايل يا زياد، برافو عليكم. احنا دلوقتي نبلغ. تمام. وهم بقى احنا هنحوله للتحقيق. بالظبط كده. هم هناك هيتصرفوا. بتهزر يا زياد؟ ايه يا بنتي اخرتي ليه؟ قال لي استنيني هنا استنيني هنا لحد ما جه محمد المهم يعني انا لفيت من ناحيه تانية عشان ما يشوفنيش. لفه جامده. انا نسيت وقلت له اقف قدام الباب بتاع بصي يا استاذه ياسمين، حضرتك بلغها على طول. هايل. ده اعترف بكميه بلاوي عاملها. خلاص انا دلوقتي هطلع قرار بانه متحول للتحقيق. بلغي. تمام. حاجه زي كده ما ينفعش يستنى عليها. الحمد لله انها جت على قد كده، الحمد لله. الحمد لله. انا مش عارفه اشكركم ازاي بجد. الشكر على الفضل وجهك. ليكم، الفضل ليكم في اللي بيحصل فضل ده. لزياد مش ليا انا. ده ربنا طبعا. هو اللي بيقف جنب كل واحد، ما بينساش حد ابدا. انا مش عارفه اقول لك يا زياد، عرفت ان انا كان عندي حق لما قلت لك ان انا محتاجه لك في الشركه الفتره دي. الحمد لله. انا متشكره قوي يا جماعه. اما بالنسبه لي انا بقى ده واجبنا يا استاذه. بلغي الاول حضرتك. هو في دلوقتي ايه؟ حالا.
الو. ايوه يا محمود. محمد متحول للتحقيق. الاسباب هتوصل كلها في دوسيه لحد عندك. تمام، نفذ تعليمات حالا. وبالدليل. وفي كمان فيديو هبعتهولك على الموبايل. لا لا لا، انا مش لازم. شوف انت الموضوع بنفسك. مع السلامه. ابعتيلي الفيديو ده على الواتساب حالا. حاضر. عشان هيتبعت. والله ربنا يقدرنا على فعل الخير. وصل حضرتك. الحمد لله انها جت على قد كده. انا متشكره قوي يا جماعه بجد. والشر اخرته معروفه والخير اخرته معروفه برضه. انا مش فاهمه ازاي كنا مخدوعين فيه كل السنين دي. انا اللي اتخدعت فيه مده كبيره قوي، بس الحمد لله. الحمد كل شيء لله. وليه اخر. اكيد. الحمد لله. اما بالنسبه لي انا بقى، فانا بفكر ارجع على القهوه بتاعتي. تاني يا زياد؟ مش مسموح الكلام ده. يلا اتفضلوا على مكاتبكم انتوا الاتنين. حاضر. انا مستحيل استغنى عنك في الشركه هنا. بعدين انت من ساعه ما جيت كل حاجه بتتحل، يعني انت السبب في اللي بيحصل ده دلوقتي. وبعدين ايه؟ هو السبب في انت كل ده ربنا. ونعم ما تقوليش بالله. كده. انا بعمل بس ربنا بعتك سبب. الحمد لله. وبعدين ايه؟ انت بتهون عليك العشره بسهوله ولا ايه؟ خلاص بقى احنا اخدنا عليك في المكان. على العموم انا كنت بهزر، ايوه كده. بس انا كنت بفكر يعني ان انت تعللوا لي الراتب بصراحه شويه. ماشي، ما بهزر عندناش معاك. مشكله. اللي انت عايزه كله يا زياد، ده مكانكم ومجهودكم في الشركه بصراحه هو اللي موقفها على رجليها. هو انا بسمع لما حد بيعمل هنا حاجه كويسه بياخد مكافاه، وانا طبعاً. مكافئتي ايه؟ ده في التلفزيون بس يا حبيبي. لا لا لا، وفي الحقيقه كمان هيتصرف لكم احسن مكافاه دلوقتي انت وكريمان. انا قلت انت في كنت الحسابات ناسينها وانتوا ولا حاجه. مروحين. مستحيل طبعا. طيب في ماشي. الحسابات، وخليها مفاجاه. اتفضل بقى على مكتبنا. يلا شوفوا شغلكم. يعني حتى مفيش راحه. انا عن نفسي هدخل لما اشوف شغل تستلم واخلص. المكافاه هترتاح نفسيا. انا هدخل اخلص شويه الشغل اللي ورايا عشان ما ينفعش ان انا اسيبهم لبكره. ماشي. ويا ستي انتي وهو روحوا قبل ميعاد الشركه النهارده بساعتين. انا عن نفسي اخلص شغل اروح بدري متاخر بعد اذنك، يعني هخلص شغل واروح عشان اشوف الحاج. ماشي يا زياد، وبسلم على الحاجه كتير. ماشي. اتفضل. بابا. باي. ياه، هم وتزاح. الحمد لله يا رب، دايما كده موقف ولاد الحلال يا رب، اللهم امين. اما اقوم اخلي البوفيه يعمل لي قهوه بقى، اشرب كوبايه قهوه كده بنفس. يا ام احمد.